السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب كده وأحسن حال. قبل أي حاجة كل صلاة على النبي مبدئيا كده. ودايما هذكركم كل فيديو بعمله ان شاء الله دعوة حلوة لماما سعيدة من قلبكم كده. دايما افتكروها كده في صلاتكم في دعائكم في أي حاجة. دعوة حلوة من قلبكم ليها ان ربنا يرحمها وينور قبرها ويجعلها من المقبولين عند ربنا يا رب، ويجعلها في الجنة ونعيمها ويجعل مأواها الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. طلع علي أمولة ومالك كده وفي ايه، والفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ بصوا، بصراحة انا كنت قاعدة كده زهقانة لوحدي كده مفيش حاجة. قلت اطلع افضفض معاكم شوية. وفي نفس الوقت اليومين دول في أسئلة كتير بتتسأل ليا ولازم أرد عليها برضو. طبعا بعتبركم عيلتي التانية وبعتبركم عيلتي وما بحبش أخبي عنكم أي حاجة وبحب أشارك كل أيامي معاكم. وزي ما انتوا عارفين وزي ما أنا متعودة معاكم ومتعودة إن أنا أي حاجة بعملها أكون برضو معاكم. ماما سعيدة الله يرحمها كانت برضو معاكم في كل حاجة. وكانت بتحبكم برضو، ويعني ربنا يرحمها. رميساء طبعا عند طنط ماما فاضية تحت. وانا قلت اطلع فضفض معاكم شوية زي ما قلت لكم. هرد على الاسئلة بقى اللي كانت بتتسأل لي. جالي كام سؤال: هو باباكي فين؟ طب اختك مش قاعدة مع باباكي ليه؟ طب انتوا سايبين باباكوا لوحده ليه؟ احنا مش سايبين بابا. في ناس كانت كتير بتقولي هو باباكي ده مش باباكي، هو جوز ماما سعيدة. لا طبعا ده بابايا، ومفيش حاجة بينا خالص. بنروح له بيجيلنا مع بعض يعني. طب انت مش سايبة رميساء اختك تقعد مع باباكي ليه؟ بابا ورا شغل بيروح الشغل، يعني بيصحى تقريبا الساعة 5. ما يجيش الا الظهر الساعة 2 الساعة 1 يعني في شغله. يعني هو موظف وفي شغله، فهو ما ينفعش ان رميساء تقعد لوحدها في البيت. طب هايدي مش هايدي قاعدة معاك ليه ومش قاعدة في شقتها ليه؟ طب ماما لسه ميتة، ماما مكملتش اسبوع ومن اول يوم تاني يوم ماما ماتت كانت عينات بدأت تجيلي. طب انتوا قاعدين مع بعض ليه؟ ما ينفعش ان احنا نسيب بعض انا واخواتي في وقت زي ده في ظرف زي ده. وكل واحدة تمشي كده في ناحية. هي هايدي دلوقتي في شقتها، واحد شقتها. ولولا كمان ان جوزها اجى من السفر ما كنتش هسيبها ولا كانت هتمشي اصلا. فربنا يصلح حالها ويفرحها كده دايما ويصبر قلبنا كده على فراق ماما سعيدة. رميساء بقى، مش انت قاعدة رميساء معاكي ليه وكده؟ طبعا اختي وقاعدة معايا، ده بيتها قبل اي حاجة. واحنا انا مش عشان بس ايه مرات احمد، لا، انا من قبل اي حاجة انا متربية في البيت ده. البيت ده انا متربية فيه، فمفيش فرق بينا. احنا كلنا واحد. ماما فادية زي امي بالظبط. كانت ماما فادية وماما سعيدة اقرب اتنين لبعض، يعني اقرب اتنين لبعض، كانوا اقرب حاجة لبعض كده. منه هما لسه مولودين. يعني ماما دايما كانت بتقول انا وام احمد بنستحمى في طشت واحد، كنا بنستحمى في طشت واحد، فهم مع بعض يعني وكده. بالنسبة بقى لماما سعيدة، كانت تعبانة وعندها الله أكبر مرض، وعندها ده قبل موتها بساعة، ده قبل وده قبل ده قبل. عاوزة أقول لكم يوم وفاة ماما كان ماما دخلت تستحمى لوحدها. يعني كانت كويسة، ما كانش في حاجة غير ان هي كان عندها شوية كحة.
وكحة مش بتعب، يعني كحة عادية. اليومين دول البرد كله ماسك الناس، كحة بقى وبرد وكلام من ده. عملنا تحاليل، عملنا اشاعات. التحاليل تطلع ما فيهاش اي حاجة، الاشاعات تطلع ما فيهاش اي حاجة خالص. الدكاترة نسألهم مالها يا دكتور، في ايه؟ ما فيهاش اي حاجة خالص يعني. يكتب لها مقويات وعلاج بقى ومحاليل كده يعني. كنا جنبها على طول وكنا معاها على طول، وهو ده قدر ومكتوب، ومش هنعترض برضه على اللي يجيبه ربنا. ده نصيبها وده خلاص، دي اخرتها والحمد لله. ربنا يصبرنا على فراقها، بس مش عاوزة كلام بقى اللي هو ده هي ماتت بمرض، ده هي كانت تعبانة، ده هي لان مفيش كلام من ده خالص. ماما ما كانش فيها اي حاجة، ماما ما كانتش تعبانة تعب وحش ولا كان فيها اي حاجة من كده. ماما ماتت ما فيهاش اي حاجة، يدور كحة، يدوب دور كحة بس، وما كانتش قادرة انها تاخد نفسها بالطبيعة. قلتولي شوفيها يعني محتاجة اكسجين والكلام من ده، راحت المستشفى. قالوا لها لا، انت الاكسجين بتاعك كويس ومفيش حاجة خالص، مش محتاجة، عاوزة ترتاحي، تاكلي حلو والكلام من ده. وهي ماما كانت قاطعة الاكل بصراحة، ويعني في الفترة الاخيرة دي التعبان اصلا ما باكلش، التعبان ما بيجيلوش اصلا نفس ان هو ياكل. مش عارف، ما كناش عارفين ماما فيها ايه، ماما تعبانة فيها ايه. فالحمد لله، وده نصيب وده قدر ومكتوب، وما نقدرش كده نعترض على اللي يجيبه ربنا. إيه، انا بصوا انا طالعه افضفض معاكم. طبعا احنا كنا جنب ماما لحد اخر يوم، كنا جنبها. طبعا عاوزه اقول لكم ان ماما قبل ما تموت بيوم انا كنت معاها وكنت عندها وكده. وكنت نايمه جنبها، كنت نايمه جنب ماما، وقلت لها يعني كانت في عز تعبها وكانت تعبانة ومش قادرة انها تتنفس اصلا يعني، تعبانة. فكنت نايمة جنبها وتلاقيها تغطي فيا وتدعيلي وانا نايمة، وسامعة صوتها، سامعة صوتها وهي بتدعيلي. ف وصحيت كده، صحيت الصبح تلاقيها بتقولي ايه، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من اللي في بطنك، وما تطلعيش وتنزلي السلم على طول، خلي بالك من نفسك يا امل. كانت بتقولي الكلمة دي على طول. وصحيت وفطرنا، فطرنا الصبح بقى وكده. ما كانش لي مزاج اصور، مش شرط برضو ان انا اروح عند ماما اصور على طول، بحب اقعد معاها، بحب كده اقعد معاها من غير تصوير، بحب نقعد مع بعض نفضفض مع بعض شوية انا وماما برضو يعني. ممكن ان انا وحشتني، انا مشبعتش منها اصلا. ممكن بقى يعني قالت، لقيتها تقولي قبل ما تموت بيوم واحد، لقيتها تقولي امل كنت تعبانه صوري، انا هلبس اهو، هلبس يلا وصوري، علشان ايه؟ اعملي فيديو كده وصوري ومش عارفه ايه واطبخي واعملي. والله يا ماما مش ليا مزاج، مش ليا مزاج اصور. تقولي لا صوري معلش، عشان خاطر صوري اي حاجه اعمليها وكده، ما تقعدش من غير تصوير، صوري ونزلي وكده. يومها كان اخر فيديو ماما تظهر فيه، اخر فيديو ماما ظهرت فيه على القناة، على النت كله، على القنوات كلها، ما اخر فيديو كانت هي ظهرت فيه، اخر فيديو عندي. قالت لي كنت بقى صورت الفطار، وطبعا اديتها العلاج وكنت اكلتها وكده. وبعد ما قفلت الفيديو قاعدين كده على الغدا على الفطار انا واخواتي، فلقيتها بتقول إيه، خلي بالكم من بعض يا امل، خلي بالك من اخواتك يا هايدي، خلي بالك من اخواتك يا رميساء، ما تضايقيش اخواتك. هي كانت حاسه انها هتموت
يعني هي كانت حاسة، فربنا يرحمها ويغفر لها يا رب كده. في ذكريات كتير كتير قوي مع بعض. انا عاوزه اقول لكم ان انا مش مصدقه ان ماما راحت مني اصلا. يعني ازاي انا لسه يعني اللي هو مش بعتش منها اصلا، مش بعتش منها خالص. كنا لما نروح لها انا واخواتي، انا وهايدي، يوم جمعة اخر مرة كان يوم عزومة، كانت عزماني انا وهايدي عندها، وكانت عاملة لنا اكل كتير، كانت قعدت تقول لنا كله ومش عارفة ايه. اخر يوم ده عملت لنا كل حاجة حلوة. انا يعني كانت بتودع يعتبر، يعني بفتكر كده حاجات بحس ان هي كانت بتودع خلاص، كانت بتودعنا. إيه يعني كانت عاملة لنا اكل كتير وتقول كله، وعارفة يعني الحاجات اللي احنا بنحبها عاملاها لنا. يعني مثلا هايدي كانت بتحب الكفتة والكلام ده، وانا بحب المحشي، وانا بحب كذا، كانت عاملة كل حاجة احنا بنحبها. فهي ما عملتش حاجة وحشة في حد. وانا عاوزة اقول لكم كلمة، ان انا مش مسامحة. يعني هو علشان كلنا هنقف فنكون بين ايادي ربنا، بس اي حد غلط في ماما، اي حد زعلها، انا مش هقول حاجة غير حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد زعل ماما، اي حد زعلها في اي حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مبسوطة جدا بموتة ماما، وان هي نطق الشهادة كمان، ان هي يعني عاوزة اقول لكم مفيش احسن من موتتها. انا عاوزة اقول لكم ان انا مبطلتش طول ما ماما، من بعد ما طلعت من الغسل لحد ما راحت المسجد لحد ما راحت المقابر، وانا مبطلتش كلمة لا اله الا الله طول ما هي ماشية وفرحانة، وما كنتش بعيط خالص، انا كنت بقول لا اله الا الله، علشان عارفة ان ماما في الجنة. ماما اكيد في الجنة، عمرها ما اذت اي حد، ولا عمرها اتكلمت مع حد بطريقة مش حلوة، عمرها ما عملت حد من نفس معاملته ليها. كانت بتكبر خاطر الكل، كانت يعني الناس كلها كانت بتحبها، من الصغير للكبير كان بيحبها، لانها كانت طيبة جدا مع كل الناس، الغريب والقريب كان بيحبها، جيرانها كلهم بيحبوها بيشكروا فيها، علشان ما عملتش حاجة وحشة في حد ابدا. وربنا يعني ربنا بيعامل بالقلوب وبالنيات، فهي نيتها كانت صافية جدا، وعمرها ما أذت حد، وأي حد كان محتاج حاجة ما كانتش بتتأخر عنه خالص. ناس كتير تشهد على كده، ناس كتير تشهد عن ان هي عمرها ما اتأخرت عن حد في حاجة، لو طلب منها اي حاجة كانت دايما بتطلع صدقة جارية على روح تيتا. وكانت اخوالي برضو جدي وكله، كانت دايما كده في جيبها في شنطتها الشوكولاتة والكراميلا. كانت تروح المقابر على طول توزع كراميلات للناس وشوكولاتات بقى كده، وكنا نروح على طول المقابر. وفي يوم كانت عندي هنا، كانت بتبات معايا وكده. هي مش مرة واحدة، هي كانت يعني ايه، ما بتحبش ان هي ما بترتاحش غير على سريرها. ففي يوم لقيتها كانت عندي وكده وبايته معايا. فقلت لها يا ماما، انا عارفه ان هي عندي او عند هايدي، هي ما بترتاحش غير على سريرها، وما بترتاحش تنام غير في اوضتها وفي بيتها يعني. ففي يوم قلت لها يا ماما ما تمشيش، انا عارفه ان انا هصحى من النوم مش هتلاقيكي. تقول لي حاضر، مش همشي يا امل والله. اقول لها ماشي، انا يعني هشوف الصبح. اصحى تلاقيها مش ترن عليا، طب انت مشيتي ليه؟ كنت عاوزاكي تتغدي معايا، كنت عاوزاكي تفطري معايا. تقول لي انا ما نمتش. تقول لي كده، انا هروح انام للظهر، انام، انا ما بحبش انام، ما بعرفش انام انا اللي على سرير. تقول لي كده، اقول لها طيب ماشي.
ما كانت خفيفة على الكل والله. كانت دايما يعني بتجيلي واروح لها، بس طبعا ماما قلبها ضعيف، وقلبها ضعيف خالص يعني. كانت بتعيط من اقل حاجة وبتزعل من اقل حاجة. كانت تقول يعني لما حد مثلا، لما هي تصور وتجيلي على طول، تكون مثلا بتصور على طول وهي جايالي وكده، كانت في تعليقات الناس بيقولوا لها ايه يا اما، هو انت كل شويه عند بنتك، هو انت كل شويه عند بنتك ليه ومش عارفه ايه. قالت لها تعيط وتقول لي يا بنتي الناس بيقولوا لي إيه، انت كل شويه عند بنتك، انت كل شويه هناك ليه، انت بتروحي لها كل شويه ليه، انتوا وهايدي بيقولوا لي كده. انا ما اروحش، هتلاقيهم يقولوا لي ما بتروحيش عند بنتك ليه، هو انتوا متخانقين؟ يعني ما صورش يعني وانا رايحه اصور، هتلاقيهم يقولوا هو انتوا بتروحي ليه كده. فهي اكترية الاوقات برضو ما كانتش بتصور، واحنا برضو ما كناش بنصور برضو اكترية الاوقات واحنا رايحين لها. كنا دايما كده نخلص كل الشغل اللي ورانا ونروح نقعد معاها كده في البيت. مثلا انا اكون بايته، يعني اكون قاعده معاها مثلا من الصبح لاخر النهار، وتلاقي ماما فاضيه بقى كده والجماعه كلهم جايين بقى، اكون مروحه معاهم. قعدنا بقى كده نقعد نسهر شويه بسهرتنا كده، وتلاقيها قبل ما هما يجوا وتكون عارفه ان هما جايين، تقول ايه اعملوا بقى كده شاي، واعملوا بقى واعملوا عشاء وجهزوا العشاء عشان طنط فادية بقى كده ايه هتيجي بقى وتتعشى معانا، ونقعد بقى قعدة حلوة كده. والله كانت احلى ايام. انا بقول لكم يعني انا بقعد قدام المقابر كده، بقعد ايه ده، هو ده بجد يعني؟ هو انا بتخيل كده، بقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعها اللي على القناة، صوري انا وهي، يعني بقول هو ده بجد، هي ماما راحت مننا بجد. مش مصدقة ازاي. بس هي برضو يعني ما تغلاش على اللي خلقها. ربنا يرحمها يا رب كده وينور قبرها ويجعلها كده من المقبولين عند ربنا. مش عاوزة اقول لكم برضو ان انا يعني، بصوا انا احزن واحدة في الدنيا. ممكن اكون قدامكم كده عادي، لكن انا متدهورة بمعنى الكلمة. نفسيتي وحشة. مش بإيدي خالص يعني. هي برضو قالت لي كلمة وقالت لي اعمل، خلي بالك من اللي في بطنك وكده، فانا مش بايدي. انا زعلانة على ماما اوي والله، بس مش بايدي ان انا ما ازعلش. ازاي تروح مني كده؟ ازاي؟ فهو مش عارفة والله يعني. انا بتخيل كده الموقف، بتخيل ازاي ما انا مش قلت هشوف ماما، مش قلت هحضنها قدامي كده واسلم عليها. ولما اروح المدرسة كمان كنت بقول لكم واصور معاكم، هقول انا هطلع من المدرسة واروح عند ماما اقعد معاها شوية. وبعدين كنت برضو ممكن ان اخر مرة كان عليا امتحان، لما كانت تعبانة وكنت بايتة معاها وكان عليا امتحان، كنت مصورة برضو معاكم قريب، لسه كانت برضو تعبانة وفضلت تدعيلكم وتقول لكم ما تحرمش منكم. فاكرين الفيديو اللي هو اللي كان نزل، اللي كان ايام ما قلتلكوا ان كان في حرامي وكده؟ في اليوم ده عاوزه اقولكوا ان هي كانت صاحيه، وانا يعني ايه، انا كنت نايمه، كنا نايمين كلنا انا واخواتي. وبعدين هي كانت صاحيه، فكان في حرامي على السطح اللي جنبنا. فهي سمعت صوت حد بيقول حرامي، وسمعت الدبة اللي هو كان فاضت من على السطح للأرض كده للشارع ماشي بجد. انا سمعت الصوت ده وفضلت تقولي ايه، سمعت الصوت واتخضيت وصحيت يعني. فلقيتها بتقولي اسم الله عليكي انت صحيتي. وجينا بقى كده، سمعت انا وهي صوت حرامي بقى، وفضلت بقى ايه خايفة علينا وتقول لنا ناموا وما تخافوش مش عارفة ايه. وكان يوم بصراحة كانت خايفة علينا قوي، لان احنا اصلا بنخاف. وكانت يعني انا مش عارفه في ايه، انا حاسه ان انا بحلم اصلا يعني. كل اللي بيحصل ده حاسه ان انا في حلم. والله العظيم ما انا مصدقه ان ماما ما كنتش هشوفها اصلا. مش مصدقه خالص. راحت مني بدري قوي، راحت مني بدري وفرقتني كده، وما كنتش هشوفها ازاي.
طب احنا لسه صغيرين يا ماما، سبتينا ليه برضه؟ كل اللي اقدر اقوله ان ربنا يرحمك يا رب، ويجعل مواك الجنة، ويجعلك كده في الجنة ونايمة ان شاء الله، ويجعلك كده في اعلى في اعلى كل حاجة. ربنا يرحمك يا رب. برضه في ناس كتير بتقولي، واحدة كده بتضحك في تعليق في كومنت، انا مش عارفة اقولك ايه، انت اصلا ما عندكيش قلب. بتقول انتوا مزودينها خالص، وبتضحك كده على الفيديو اللي انا كنت بدعي لها في المطر. طيب ما انا مزوداها، انا ما بطلعش مثلا اقول اي حاجة وخلاص، انا بدعي لها وبصور عشان انتوا كمان تدعوا لها وتشوفوا الفيديو بتاعي وتدعوا لها. ده مش عيب ولا حرام، انا عاوزة بس كل يدعي لماما مش اكتر. هي طالعه بقى بتقول ايه، بتضحك كده وتقول انتوا مزودينها. بصي انا مش هقولك غير تشوفي اللي انا فيه دلوقتي وتاخدي اللي انا فيه، علشان مفيش حد في اللي انا فيه دلوقتي غير اللي فقد امهم، واللي فقد امهم برضو يعني انا مفتقداها خالص. مش عارفه، هي كانت بالنسبه لي كل حاجه، كنت انا وهي متعلقين ببعض قوي. كنت انا متعلقه بماما اكتر واحده، شفت معاها كل حاجه يعني. في أيام كتير ماما مرت بيها أنا كنت معاها فيها، يعني مرت بأيام وبحاجات، يعني حاجات يعني أنا وهي برضه كنا في المواقف دي مع بعض. كنت يعني أنا وماما كنا سر مع بعض، واحنا كلنا أنا واخواتي كلنا وماما كنا سرنا كله مع بعض، ما كانش في فرق بينا خالص. هي دلوقتي خلاص في الجنة، هي كانت معوضانا عن كل حاجة، كانت الأم والأب والصحبة والحبيبة والخالة والعمة وكل حاجة، كل حاجة كانت معوضانا عن كل حاجة. ما عادش ما عادش عارفة أنا هعيش ازاي من غيرها أصلا، ما عادش عارفة والله. ربنا يرحمها. ما عادش هطول عليكم أكتر من كده، لأن أنا بصراحة ما عادش قادرة أكمل. اشوف وشك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. دعوة حلوة لماما سعيدة من قلبكم، بالله عليكم بالله عليكم دعوا لها دايما بالرحمة والمغفرة. ومع السلامة.